عاوزة أتغلب على توهان أول يوم شغل وتوهان الفترة الأولى كلها بشكل عام. كلنا بنبقى تايهين اول ما بنستلم شغل جديد. اللي بيفرقنا عن بعض هي مده التوهان دي بتقعد قد ايه. في ناس بتبقى تايهه اول يوم بس، وما شاء الله بعد كده من تاني يوم الدنيا بتبقى. في ناس بتقعد شهر، في ناس بتقعد شهرين. فكلنا بنبقى تايهين، ده طبيعي جدا. ومش بنقول اللي بيبقى تايه انه لسه اول موظف اول مره يتوظف او يتعين، لا بالعكس. التوهان ده على كل المستويات الاداريه. احيانا حتى لو انت على اعلى ليفل اللي هو اللي بيسموه التوب مانجمنت، هو برضو بيبقى داخل في اول يوم مش تايه على قد ما هو داخل على تحدي جديد، محتاج يثبت ان هو قد هذا التحدي. وبالتالي ده احساس طبيعي عند كل الناس، مفيش قلق منه خالص ان انا ابقى تايه. ولكن في حاجات لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها قبل ما تكون حاجات احنا لازم نعملها. لازم كلنا ما ناخدش انطباعات اوليه من اول يوم عن المكان اللي احنا رايحين فيه، كمان انطباعات عن الاشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم، سواء هو مدير، سواء هو زميل، سواء هو عميل انا بيتردد عليا في مكان شغلي وبقدم له خدمات. لان ده ممكن يغير تفكيرنا للابد. وزي ما كنا بنقول زمان الانطباعات الاولى تدوم. واحيانا ان شغلك نفسه او زمايلك ما بيظهر لكيش الصورة الحقيقية بتاعته في اول يوم عمل ليه. مش معنى كده ان هو بيظهر لك صورة حلوة وبعد كده هيبقى وحش، لا 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 خالص، بالعكس. هي الطبيعة بتاعته، احنا كطبيعة بشر لما بنتعامل مع حد لأول مرة أكيد شوية بيبقى الموضوع مختلف حبتين عن الطبيعة بتاعتي. فأول نصيحة، ما تكونش انطباع عن مكان شغلك. الحاجة التانية، اسأل من أول يوم. اسأل، زي بيقول دي فترة متميزة جدا إن أنت تسأل، لأن بعد كده قد يكون إن السؤال الكتير مش مستحب، لأن أنت أصبح عندك بقالك فترة كتير في شغلك، فمش مفترض إن أنت تسأل على كل حاجة عمال على بطال. فالأيام الأولى ليك أنت متاح إن أنت تسأل، وما تعملش حاجة وأنت ما تعرفش هي المفترض تتعمل إزاي. فيفضل إن أنت تسأل، يفضل إن أنت ما تتكسفش أو تخجل إن أنا بسأل. ده بالعكس، هم جايبيني في الوظيفة دي كوظيفة مهنية مثلا أو وظيفة إدارية، فمش مفترض إن أنا أسأل. أوعى تخاف، اسأل براحتك خالص. دي فترة متميزة إن أنت تسأل فيها. الحاجة الثالثة، دايما دور على حد. أحيانا بيئات عمل أو شركات أو مؤسسات هي بتحتضن الموظف الجديد وبتبدأ تكون مجهزة له حد منتور ليه في الشغل. لما تحب تسأل، اسأل فلان. فلان هو اللي هيقول لك على كل حاجة، فلان هو اللي هيشرح لك طبيعة الوظيفة. فلان ده ممكن يكون مديرك، فلان ده ممكن يكون زميلك، فلان ده ممكن يكون حد في وحدة تدريبية هي اللي مسؤولة عن انها بتستقبل الموظف الجديد وبتبدأ تشتغل معاه. لو ما لقيتش في الشركة اللي انت رايحها هذا الشخص اللي ممكن يوجهك، ابدأ بعينك انت. اختار الشخص اللي تتوسم فيه ان انت ممكن يبقى بالنسبة لك المنتور. هعرفه ازاي؟ بيبان احيانا كده، بيبقى في موظف منور في الشركة قوي، احيانا في موظف انت بتستشعر من اول يوم ان هو محل ثقة للناس، احيانا في موظف من اول يوم بتستشعر ان هو فاهم وظيفته وفاهم وظائف اللي حواليه. ده اللي انت تبدأ تختاره بالنسبة لك كموجه ليك في الوظيفة. في البداية برضو مهم جدا ان انت تسمعي كويس من اول يوم. احيانا كلنا بيبقى عندنا احساس ان انا عاوز اثبت نفسي، فبالتالي اول ما بسمع السؤال يمكن احيانا مديري او زميلي هيبدأ يقول لي انا عاوز نعمل كده، اصل اللي هو بتاعك. لا خالص، اسمع كويس جدا. اسمع السؤال اللي هيتسأل لك كويس جدا، فكر فيه. اسمع لو انت بتاخد فكرة عن طبيعة وظيفتك وحد بيقولها لك، اسمع كويس جدا. دي مرحلة ان انت بتستمع عشان تقدر تكون فكرة عن شغلك، تقدر تكون فكرة عن زمايلك. وبرضو حاجة مهمة في حتة السمع، ما يتخدش عنك انطباع ان انت اندفاعي. لان احيانا في موظف لما بيجي يسأل عن حاجة معينة، او لما احنا حد بيجي يقول له عن حاجة معينة، هو بيبقى متسرع جدا يقول لك انا عارفه. حتى لو عارفه، اسمع وانصت جيد جدا، بحيث ان انت برضو ما يتخدش عنك انطباعات مش افضل حاجة.
فالاستماع شيء مهم جدا 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 جدا. زي ما اتكلمنا عن ان انت تسمعي كويس جدا، برضو الفترة دي فترة مهمة جدا جدا ان انت تراقبي كل اللي بيحصل حواليكي. ايه ده، هو احنا رايحين نشتغل في مكان نتجسس فيه على بعض او نراقب بعض؟ لا خالص. تراقبي كل حاجة حواليكي حتى لو كانت صغيرة. تبص ازاي الناس بتتعامل مع بعضها، تبص ازاي الناس بتتعامل مع مديرينها، تبص ازاي الشركة ازاي بتتعامل مع موظفينها في حالة لما تكون في اخفاق في شيء معين. في ناس ممكن تفهم كلامي ده ان احنا بنحاول نراقب ده عشان اقدر اعامل المدير بالحاجة اللي هو بيحبها، او اقدر اتعامل مع زميلي بالشكل اللي هو زميلي هيبقى مبسوط بيه. بالعكس، انت هتتعاملي بنفسك، هتتعاملي بشخصيتك. بس مهم جدا 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 وانت بتتعاملي بشخصيتك تكوني فهمتي كويس قوي طبيعة الاشخاص اللي حواليكي، هو بيحب ايه وبيكره ايه. احيانا كلنا بتبقى شخصيتنا مرحة جدا، ومن اول يوم بندخل نهزر في الشغل، بندخل بنحاول من وجهة نظرنا ان احنا نبقى شكلنا حلو وايجابيين في الشغل، بنحاول نهزر مع الناس. مثلا طبيعة شخصيتنا كده مرح، بالعكس ده ممكن يكون انطباع سيء. مش عيب ابدا ان احنا تكون شخصيتنا لطيفة وشخصيتنا مرحة، بس نبص كويس قوي ونراقب ازاي الناس هتتقبل ده. برضو مهم قوي في الفترة دي فترة قراية. يعني ايه قراية؟ لا لازم تقري. طب هقرا ايه؟ هقرا حتى التوصيف الوظيفي، انا مطلوب مني ايه، لازم افهمه كويس قوي واستوعبه كويس قوي. فده لازم يبدا بقرايته. احيانا في بعض الاماكن زي ما كلنا عارفين ميلات رايحه وميلات جايه، يقول لك الميلات الرايحه والميلات جايه، جوابات رايحه وجوابات جايه. احيان كتير قوي 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 ما بيبقاش عندنا وقت نقرا ده. لا، في الفتره الاولى مهم جدا 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 ان انت تحاول تقرا كل اللي بيجي لك. بس ده هيبقى محتاج مني وقت. لا ما هو انا في الاول في الاخر هو ده شغل جديد، فده تحدي، فلازم وقت شويه المخصص لحاجات زي كده يبدا يزيد شويه. مفيش مانع ان كل شركه بيبقى ليها لوائح وسياسات واجراءات وقواعد حاكمه، لازم من البدايه جدا احاول اطلع عليها. ولو في اماكن بتخشي بتلاقي حاطه ملخص للحاجات دي على الحيطان مثلا، او حاجات بتبقى ليها علاقه بتتنشر على الميل او على الويب سايت بتاعهم، هيبقى مهم جدا جدا. احيانا الناس مش بتهتم بحاجات زي كده. بالعكس، انا في الاول في الاخر ده المكان اللي انا بشتغل فيه، المكان ده ليه قواعد حاكمه، من المهم ان انا كموظف جديد لازم اقرا كل حاجه ليها علاقه بالقواعد اللي بتحكم الشغل في المكان ده.